اعمل ايه عشان انا احافظ على نفسي الى ان امشي من تحت الاداره دي؟ اولا يجب عليا التذكير نفسي دائما اني ما اسمحش لغضب المدير او ارائه السلبيه اللي هي اصلا ما فيش غيرها وعلى طول سلبي ما تاثرش فيا انا وما تقللش ثقتي من نفسي. ازاي بقى؟ كل واحد يتصرف يشوف هيعملها ازاي. تاني حاجه نخلي بالنا منها هو اننا مهما كنا غضبانين او متضايقين نحاول ما نقعش في تراب ان انا عايزه ابوظ لهم الشغل وعايزه ابهدل لهم الدنيا وعايزه اعمل حاجات تاذيهم والحاجات دي كلها. دي حرب ملهاش يعني خناقه ما تستحقش ان انا ادخلها. مش ثالثا يجب عليا اني افضل متذكره دايما ان الناس معديه والحاجات دي معديه، سواء اكتئاب، توتر، قلق، غضب، ضعف شخصيه، كل الحاجات دي كلها معديه، وانا كبني ادم راشد انا مسؤوله او في ايدي اني اتخذ القرار هل انا عايزه افضل قاعده في الانفايرمنت دي ولا اتحرك. اوكي اتحرك ازاي بقى؟